بتدور احداث الفيلم يا صاحبي عن قاتله محترفه بتخون عصابتها وبيعينوا قاتل تاني عشان يقتلها. يا ريت تتعب وتعمل لنا احلى لايك واحلى شير عشان نبدا فيلمنا الجميل، ويلا بينا. بيبدا الفيلم بافا وهي ساعه عربيه وراح تستقبل راجل اعمال كبير اسمه هاملتون، وبتاخده وبيتجهوا لمقر المؤتمرات. وفي الطريق بيتكلم هاملتون مع افا وبيبان انه اعجب بيها جدا، وبيطلب انهم يقفوا شويه بالعربيه ويتكلموا مع بعض. وطبعا افا بتوافق وتركن العربيه في منطقه معزوله في الغابه، وبتنزل وبتركب جنبه في العربيه وبيتكلموا مع بعض كده في حاجه من اي دعوه بيها. وفجاه بتساله افا عن اللي عمله، ما بيفهمش هاملتون سؤالها فبتعيده تاني، وبتقول له ايه الشيء الوحش السيء اللي عملته في حياتك خلى شخص تاني عايزك ميت. وبترفع عليه المسدس وبيخاف هاملتون، وبتفضل افا تعيد عليه السؤال تاني لكن بينكر. وطبعا بيقول لها انا ما عملتش اي حاجه، ماليش دعوه باي حاجه. وافا بتقول له انها تقتله، لكن قبل ما تقتله عايزه تعرف الذنب اللي هتخليه يقتله عشانه. ما بيصدقش هاملتون كلامها وبيفتكرها بتهزر طبعا، وبيطلع تليفون يكلم صديقه، لكن افا بتضرب ايده بالرصاص وبتسيبه. وبيحاول هاملتون يخطف منها المسدس لكنها بتخلص عليه وبتنزل من العربيه، وبتبلغ الدكتور رئيسها انها نفذت المهمه بنجاح. كل ده وفي بنت بتتنصت عليها وبتتبعها وسمعت كل اللي قالته وبتبلغ بيه الاداره. ولما بتتحرك افا بعربيتها بيبان عليها توتر جدا، وبتفضل تمسح الدم من على وشها وبتشيل التنكر. وبيلاحظ دوك التوتر على صوتها، بيطمن عليها طبعا وبيقول له انها مشوشه بس كده وعايز ترجع لمدينه بوسطن تقعد هناك فتره. ودوك بيوافق يسيبها تروح. وبنعرف ان افا وهي صغيره كانت عايشه في المدينه دي مع اختها وابوها وامها، وكانت بتتعلم فنون القتال لغايه لما كبرت والتحقت بالجيش طبعا. وبتوصل افا لبوسطن في المدينه وبتحجز في فندق في نفس الوقت اللي بيتكلف فيه قاتل زميلها من الاداره اسمه لاين انه يقتلها. وبنرجع لافا اللي بتقف قدام ثلاجه المشروبات في اوضتها، وبتفكر انها تشرب من ازاز الويسكي الموجوده، لكن بتقرر من وقتها انها مش هتشرب وتاخد ازازه الميه وبتكمل اكل. وبعدها بيجي لها صندوق فيه خزنه صغيره كده معاها مفتاحها، ولما بتفتحها بتلاقي فيها سلاح وفلوس وجوه السفر قضيت عليه بابا دي يا زميلي. وبتكون هي اللي محولها لنفسها قبل ما تسافر. يا سلام. وبالليل بتروح افا الكازينو وبتكون في حفله شغاله لمغنيه اسمها جود، وبتقعد افا تسمعها وبيكون الكل معجب بصوتها. ولما الحفله بتخلص بتروح لها افا تطلب منها انها تروح لها البيت، وبنعرف ان جود اخت افا وانها سابتهم من 8 سنين وهربت منهم. وبتفضل جود طوال الطريق بتعاتب انها ما حضرتش جنازه ابوها، وبتقول لها كمان جود انها مش هتقدر تعزمها في بيتها دلوقتي لان مايكل خطيبها عايش معاها. بتتصدم افا جدا وبتقول لها ان اختها ازاي تعمل فيها كده يعني وترتبط بحبيبها. فبتبرر لها جود الموضوع وبتقول لها انها مشيت واختفت وسابت لهم هما الاثنين مع بعض، هتعمل ايه يعني. وقبل ما تدخل بيتها بتقول لها انها تستناها بكره الصبح في المستشفى عند امهم. بتستغرب افا جدا ان امها في المستشفى، وبتقول لها جود انها بعتت لها من اسبوع قالت لها ان امها جات لها نوبه قلبيه وراحت المستشفى، وافتكرت كمان انها جات عشان كده. لكن افا بتقول لها ان مفيش اي حاجه وصلتها من الموضوع ده. وبيروحوا هما الاثنين الصبح لامهم في المستشفى اللي بيبان عليها انها مش مهتمه اساسا لوجود افا في الموضوع، وبتكون متعلقه بجود جدا. وبتقترح جود انهم يخرجوا شويه ويقعدوا في الجنينه ويقعدوا يتكلموا مع ابوهم. وبنلاحظ ان افا ما بتحبش تجيب سيرته، وامها بتسالها لو قابلت مايكل فبتقول لها لسه. وامها بتنبهها انها تنسى اللي فات وما تتكلمش فيه تاني. ولما بتسالها عن شغلها بتقول لها افا الحقيقه كلها. وتاني يوم بتسافر افا للسعوديه عشان تنفذ مهمه هناك، وهي قتل جنرال عسكري كبير وتاجر اسلحه. وبتبلغ الاداره انها تتنكر في شخصيه بنت اسمها سوليفان، وده طبعا صاحب الجنرال من زمان. وبيطلبوا منها ان القتل بيبان انه موت طبيعي جدا. وبتقابل افا الجنرال وبتعرفها عن نفسها اللي بيعجب بها جدا. وبتتكلم افا معاه ومع الحراس عن والدها سوليفان، وبيبان على الحارس التوتر وبيودعهم وبيمشي. وبتطلع افا مع جنرال المكتب وبتلهيه وبتغز بحقنه في رجله المفروض انها تخلص عليه في 15 دقيقه بس. وبعدها يبان انه مات بنوبه قلبيه من التوتر. وكالعاده بتقعد تحكي معاه عن الشيء اللي بسببه هي اتكلفت ان هي تقتله. فجاه بتسمع صوت الحارس بره بيحاولوا انهم يكسروا الباب ويخشوا المكتب، فبتذبح افا جنرال بالسكينه بسرعه وبتجري عشان تواجه الحراس. وبتكون مستغربه جدا من شكهم فيها، لكن بتشوف الحارس وبتفتكر توتره لما قالت اسم سوليفان، وبتفهم انها اتبلغت من الاداره بالاسم غلط عشان يخلصوا منها. ويدور بينها وبين الحارس معركه شرسه جدا، لكن تقدر افا انها تخلص عليهم بكل براعه. وبتجري فرير على جثه الجنرال وبتغرق نفسها بدمه، وبتجري على حارس بره كانها مصابه، فبياخدها الحارس وبينزل بها للحفله تحت. وبتسرق افا من جيبه قنبله غاز، ولما بيسيبها بترميها وسط الحفله وبتجري. وفي طريقها بتقابل حراس وبتقتلهم كلهم، وبتقدر تهرب منهم جميعا. وبتسافر بعدها لدوك وبتلاقيها على الشاطئ، وبنعرف انها بتحبه جدا جدا وبتعتبره كمان ابوها. بتكون زعلانه جدا منه لانها بتكون فاكره انه قاصد يديها الاسم غلط سوليفان بدل اوسيلفان عشان يخلص عليها. لكن دوك بينكر ده وبيقول له ده مجرد خطا مطبعي انا ماليش دعوه. وبيقول لها تاخد اجازه كام يوم وترجع المدينه تريح اعصابها شويه. وبتفرح جدا افا للموضوع ده لانها بتبقى عايزه كده. وبتوصل افا للفندق وبتخرج تجري شويه، وبعدين تعدي على امها في المستشفى وبتتصدم جدا لما بتشوف مايكل هناك، وبيستغرب كمان هو من وجودها وبيقف يتكلم معاها ويطمن عليها. فجاه بتخرج جود من جوه وبتتضايق من وقفهم مع بعض طبعا، وان افا جت من غير ما تتصل. بتتعصب افا جدا لانها عايزاها تستاذن منها عشان تزور امها، فبتسمعها امها وبتندى عليها عشان تصلح لها التلفزيون. وبتقول لها امها انها تاخد اختها ومايكل ويتعشوا الليله مع بعض. وقبل ما جود تعترض امها بتكمل وبتقول انها عايزه تطمن عليهم هم الثلاثه انهم كويسين مع بعض جدا قبل ما وبنروح لافا يا زميلي وهي في جلسه نفسيه، وبتحكي انها من 10 سنين اكتشفت ان ابوها بيخون امها، ولما هددته انها تقول لها وعدها انه هيقول لها
هو بنفسه عشان ما تصدمش، لكن بتصدم افا لما بتعرف انه قال لامها انها سرقت منه فلوس عشان تروح تشرب بيها، وطبعا امها صدقته لان في الوقت ده افا كانت مدمنه على الكحول. وبتكمل افا كلامها وبتقول ان هي حزينه جدا، وبتقول انه استغلها كتير جدا لدرجه انها فكرت تقتله بنفسها، عشان كده هي مشيت قبل ما تعمل ده. وبعدها دخلت الجيش، ولما سمعت انه مات رجعت تاني دلوقتي لامها واختها وهي مطمنه. وبنروح لدوك يا زميلي وهو في كولومبيا وهو بيت الزعيم سيمون، وبيهني مراته بطفلها الجديد، يتكلم معاه وبيعترض على قراره في قتل افا، وبياكد لدوك ان هو اللي دربها وجندها وانها افضل مقاتل عنده. لكن بيرد عليه سيمون وبيقول له انه عمل معاه نفس الحاجه والمفروض يبقى واثق من قراره، وبيقول له كمان ان افا بقت مصدر خطر كبير عليهم، وبتتكلم على اهداف قبل ما تخلص عليهم، وده ممكن يفضح الاداره كلها. لكن دوك بيقنعه انه محتاج بس فتره راحه افا وتبقى زي الفل، تبقى رايق. فبيقتنع سيمون بكلامه وبتتراجع عن قراره طبعا، وبينبسط دوك بالقرار ده جدا وبيمشي. وبيتكلم سيمون مع بنته اللي بتكون مساعدته عن حب دوك الكبير لافا، لكن بياكد عليها انها تدي للاين امر بقتل افا. وفي الفندق بتفضل افا تتدرب، وبعدها بتنزل الشارع عشان تجري شويه، وبتلاحظ شخص ماشي وراها وبيكون الاين، وبيطلع سلاح وبيجري وراها وبيهجم عليها. لكن افا بتقدر انها تدافع عن نفسها، وبتقوم بينهم معركه قويه جدا. وبيحاول الاين انه ياخد المسدس من الارض، بس قبل ما يضرب عليها بتكون هي هربت منه، فبيجري وراها. وفجاه بتطلع له افا من نافوره جنبه وتضربه بالسكينه، وبترميه في النافوره وبتشيل من عليه اثار الدم، وبترجع الفندق ولا كان في اي حاجه حصلت. وتاني يوم بتروح لدوك وهي متعصبه جدا لانهم حاولوا يتخلصوا منها، وبترفع عليه المسدس كمان. وبيزعل دوك جدا من الموضوع ده، وبيقول لها انه فعلا كان في قرار بقتلها، لكن الاداره اتراجعت عنه، وانه قال لسيمون لو قرر يقتلها لازم يقتله هو الاول. بياكد لها ان الشخص ده مش من الاداره، وبيطمنها. وبتقتنع افا وبتدي له المسدس وبتمشي. ايه البت دي اي حد بيضحك عليها يا جدعان. وبالليل بتروح مع مايكل واختها للعشاء، وبيفضل مايكل يتكلم عن انجازات جود، وبتلاحظ افا كمان حبهم لبعض وقد ايه هم مبسوطين جدا مع بعض. لكن جود بتسكر جدا يا صاحبي، وبتزعق معاهم لما بتقول افا ان المكان ده مليان ذكريات جميله، وبتفتكرها جود انها بتلمح عن ذكرياتها مع مايكل جوزها. لكن مايكل بيسيب لهم مكانه وبيمشي، فبتحاول افا انها تقوم وراهم علشان تصالحهم، لكن بيقول لها مايكل ان مش بعد كل الفتره دي تيجي وتحاول ان تصلح كل حاجه بوظتها زمان، وانها ما تحاولش عشان مش هتعرف. وبتتاثر افا جدا بكلامه، وبيعتذر لها مايكل وبيسيبها وبيمشي. وفي الفندق يا زميلي بتصحى افا وهي مخضوضه من النوم. الباب بيخبط جامد، ولما بتفتح الباب بتلاقي انها جود اختها، وبتقول لها ان مايكل ما رجعش البيت، وبتحكي لها انها من ساعه ما هي مشيت وهو ما بطلش يلعب قمار، واوقات كتير بيسيب البيت وبيقعد بالايام هناك. فبتطمنها افا، وبتروح لمكان سري كانوا متعودين يلعبوا فيه القمار مع بعض. ولما افا بتوصل هناك مايكل بيتفاجئ جدا لما بيشوفه، وبتستغرب اكتر توني صاحبه المكان، وبتقوم عشان ترحب بيها، وتفكرها لما جات لها زمان وهي شبه ميته واهتمت بيها، لكن هي في المقابل خطفت منها حبيبها اللي هو مايكل. الواد ده مدوخ نسوان الفيلم يا جدعان. لكن افا بتنفض لها وبتحاول تتفاوض معاها عشان تدفع الفلوس عن مايكل وتسيبه يمشي معاهم، لكنها طبعا بترفض ده، وبتؤمر حراسها انهم يخلصوا عليها ويقتلوها. لكن طبعا افا بتقدر انها تضرب اي حد يقرب منها طبعا وتخلص عليهم كلهم. بطله الفيلم عايزها ايه؟ تجري على توني وبتحط السكينه على رقبتها لغايه لما تامن الطريق، وبتسيبها وتنبهر توني من قوتها، وبتقول لها افا انها هتجيب لها الفلوس في خلال 36 ساعه. في الوقت ده لو قربت لمايكل هتخلص عليها، وبتسيبها وتخرج مع مايكل اللي ما يكونش مصدق قوه افا دي، وبيسالها عن كل المهارات اللي اتعلمتها دي، لكنها ما بتجاوبش عليه. وبيتضايق مايكل جدا وبيلومها على هروبه منه من 8 سنين لما طلب منها الجواز. فبتعتذر له افا وتحاول تقرب منه لكن بيزعلها، وبيقول لها انه ما بقاش خطيبها لكن دلوقتي خطيب اختها وهيتجوزوا قريب جدا. فبتنهار افا بتزعل جدا وبتسيبه وبتمشي. وبنروح لدوك لما بيوصل لسيمون وبيقول له انه كشفه وانه عارف هو اللي دبر حادثه السعوديه دي علشان يخلص من افا خالص. فبيعترف له سيمون بالموضوع وبيقول له انه قرر ان هو يقتل افا وانه هيروح بنفسه عشان يخلص في الموضوع ده. وبيرفع دوك عليه السلاح وبتدافع بنت سيمون عنه وبترفع السلاح على دوك في نفس الوقت اللي بتدخل عليهم بنت سيمون الصغيره جدا، وبتكون بتحب دوك جدا. وبعد ما بتسلم عليه بيأمر سيمون الحارس انه يرجعها اوضتها، ولما بتمشي بترفع بنته السلاح على دوك، لكن بيقدر انه يضربها وياخده منها. وبيهجم عليه سيمون وبيدخلوا في معركه قويه جدا. ولما تحاول بنته تدافع عنه بيقول لها سيمون انها مشكلته هو وهو يحلها بنفسه، وبيمشيها وبيكمل ضرب في دوك، وبيطلع سكينته وبيقدر يسيبه ببطنه، وبيطعنه في ظهره وبيقع دوك على الارض وما يقدرش يتحرك. بنروح لافا وهي رايحه لامها ببيتها، وبيقعدوا يلعبوا مع بعض كوتشينه، وبتطلب افا انها تتكلم معاها بخصوص موضوع معين، ولكن امها بتقول لها بصي مش عايزه احكي في اي حاجه ولا عايزه تعرف اي حاجه بتضايق. لكن افا بتتضايق من اسلوبها، وبتحكي لها امها وبتقول لها انها كانت عارفه ان ابوها بيخونها، وانه كمان عارفه ان هو كذاب واتهامه ليها ظلم، لكن حبها ليه خلاها تستحمله حتى لو كان على حساب بنتها. علشان كده ما كانتش قادره تكمل معاها، علشان كده ما كانتش قادره انها تكلمها طول الفتره دي لانها كانت حاسه بتأنيب الضمير ناحيتها، لكن في نفس الوقت فخوره جدا بيها لانها شايفاها قويه جدا وما بتخافش من اي حاجه ولا محتاجه لحد. وبتتاثر افا جدا بكلامها. في نفس الوقت ده سيمون بياخد دوك على جسر البحيره وبيربطه بالسلاسل، وبيقول له انه يخلص على افا في اقرب وقت. لكن دوك قبل ما يموت بيقول له انه يعتذر لها بالنيابه عنه لانه مش هيقدر يشوفها وهي بتخلص عليه. فبيضحك سيمون كده ضحكه صفرة، وبيصوره وهو مصاب ويرموه في البحيره وبيسيبه وبيمشي. بالليل يا زميلي سيمون بيتكلم افا وبيعرفها عن نفسه وبيقول لها انه قتل دوك، لكن افا بتتخض جدا من كلامه
كلامه وبتقول له انه لو كلامك صح ده انا هقتلك بنفسي، وبيقفل معاها بعد ما يقول لها جمله دوك الاخيره، وبيبعت لها فيديو التاكيد بتاع رمي الدوك في البحيره وان هو اللي قتله. وبتروح افا لبيت اختها وبتقابل مايكل اللي بتقول له انا عايزه تهرب معاه، لكن مايكل بيرفض وبيقول لها ان جود اختها حامل، فبتتضايق افا جدا وبتنزل بسرعه وبتروح لتوني وبتكون في حفله شغاله هناك، وبتفضل تضرب في اي حد بيجي في وشها، بتقدر تتخلص كمان من كل الحراس الموجودين، وبتجي لها توني وبتهجم عليها وبتفضل تضرب فيها، لكنها بتستسلم لافا طبعا، وافا بتفضل تشكي لها على كل اللي عمله فيها مايكل، وبتبقى متضايقه من نفسها عشان طلبت من خطيب اختها انه يهرب معاها، ما فكرتش في اختها هيبقى ايه وضعها، وبتحكي لها ان قتلت اكتر من 40 شخص، فبتتخض جدا من الكلام ده توني، وافا بتقول لها ان هي كده الوحيده اللي عارفه سرها وعارفه كل حاجه عنها، عشان كده لازم تموت، وبتحاول تخنقها لكن على اخر لحظه ما بترضاش تموتها، وبتديها فلوس اللي على مايكل وبتسيبها وتمشي. بتروح على الفندق يا زميلي وبتفضل تشرب للصبح وهي بتعيط، وبتمسك مسدسها وبتحاول تنتحر وتقتل نفسها، لكن فجاه بتسمع صوت الفتح الباب وبيطلع ان سيمون جاي عشان يقتلها، لكنها بتقدر انها تستخبى وتهاجمه، وبيفضلوا يضربوا نار على بعض لغايه لما الرصاص بيخلص خالص، وبتقوم ما بينهم معركه قويه جدا جدا، وافا بتسيبه في رجله وبيتصابوا هما الاثنين اصابات كتيره جدا، وبيتعبوا يبقوا مرهقين ومش قادرين يعملوا حاجه، وبتضرب صفارات الانذار في الفندق، وبيقول لها سيمون انه هيسيبها لكن لو شافها تاني هيقتلها ويقوم ويمشي، فبتجري افا على صندوقها اللي فيه الفلوس وجواز السفر وايش انت تعالي بابا دي يا زميلي فاكرها، بتاخد جواز سفرها كل الليله دياتي وبتلبس الجاكيت بتاعها وبتنزل جري ورا سيمون، وبتفضل ماشيه وراه لغايه ما بياخد باله، وبيخافوا بيتصل بالاداره وبيبلغهم بفشله في المهمه، وبيطلب منهم انهم يامنوا عيلته، وبيحاول انه يهرب منها لكن افا بتضربه بالنار في رجله، وبيستسلم ليها سيمون وبيطلب منها انها ما تقربش من عيلته، لكن افا بتقول له مش مهتمه بيهم خلاص وبتقتله، وبتروح بعدها على بيت اختها مره تاني وبيفتح لها مايكل، لكن هي بتقول له جايه عشان اختها، وبتتخض جود جدا من شكلها ده وبتخاف عليها، تسال عليه اللي حصل لها وما تردش عليهم، وافا بتديها فلوس وبتقول لها تاخد امها ومايكل ويسافروا بكره من البلد لغايه ما تتواصل هي معاهم، وكمان بتديهم حساب بنكي عشان يقدروا يصرفوا منه زي ما هم عايزين، وافا بتخلي جود اختها انها توعدها انها تعمل كل الكلام اللي هي حكته لها، وبتحضنها وبتنزل من عندها وبتمشي، وبتكون بنت سيمون ماشيه وراها وبتخطط هي كمان لقتلها، وبكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا النهارده. لو عجبك الفيلم دوس لايك وشير، ولو ما عجبكش الفيلم دوس لايك وشير وكومنت. سلام.